السلام عليكم خوتي خواتاتي. اليوم غادي نهضروا على كأس العالم 2026، ولكن ماشي اي مونديال. هاد النسخة راها قلبات الطابلة على الجميع. اللي كان حافظ القوانين القديمة يقدر ينساها ويبدا من جديد، حيت الفيفا قررت تبدل بزاف ديال الحوايج. اول تغيير كبير هو عدد المنتخبات، من 32 ولا 48 منتخب، يعني 16 منتخب زايدين. شكون كان كيحلم يلعب المونديال؟ دابا الحلم ولا اقرب شويه. حتى شي واحد كان يتفرج في التلفازه كل 4 سنين يقدر يلقى راسو داخل المنافسه. التغيير الثاني هو عدد المباريات. قبل كانوا 64 مباراة، ودابا غنوليو 104 ديال المباريات. يعني الا كنتي خدام وكتقول غير نشوف ماتش واحد، غادي تلقى راسك تابع 3 ولا 4 في نهار واحد، والتلفازة ديالك يمكن تسخن اكثر من الفران. اما النظام الجديد فغادي يكونوا 12 مجموعة، وكل مجموعة فيها 4 ديال المنتخبات. الاول والثاني غيتأهلوا مباشرة، ويقدر يتأهل حتى اللي جا في المركز الثالث. يعني غتزيد عليهم أفضل 8 ديال المنتخبات اللي جاو في المركز الثالث. يعني حتى إلا ما ساعدكش الحظ في البداية ديال البطولة، باقي عندك الباب محلول. ماشي بحال قبل خسارة وحدة وتبدا تجمع الحوايج. هذا حتى هو من بين التغييرات. من بعد غادي يكون دور 32، ومن ثم غادي تبدا مباريات خروج المغلوب. يعني اي غلطة صغيرة تقدر تخرجك من البطولة، واي هدف اخر دقيقة يقدر يقلب الدنيا. زيد عليها ان هذا المونديال غادي يتلعب في 3 ديال الدول: امريكا، كندا والمكسيك. واول مرة في التاريخ كيتقسم التنظيم بين 3 ديال البلدان بهذا الشكل. الجماهير غادي يسافروا بزاف. الواحد اليوم في هذه المدينه غدا يلقى راسو في مدينه اخرى، بعدو يلقى راسو في ولايه اخرى. يعني الناس غادي تسافر بزاف. كاين تغيير مهم بالنسبه لعدد ديال الايام البطوله، اللي غادي تكون اطول من قبل، باش يقدروا يلعبوا جميع هذه المباريات بلا ضغط كبير. اما بالنسبه للحكام فالتكنولوجيا غادي تبقى حاضره بزاف. الفار غادي تستعمل، والتسلل الالكتروني غادي يحسب بالسنتيمتر. يعني ما تبقاش تقول غير كتفوك لقدام، حيت الكمبيوتر غادي يوريك حتى الطرف ديال الصباط ديالو فين. اللاعبين حتى هما غادي يعيشوا ضغط كبير. عدد المباريات زايد، والسفر بين المدن بعيد. خاص اللياقه تكون عاليه. المدرب الذكي هو اللي يعرف يبدل اللاعبين في الوقت المناسب. ومن بين التغييرات المهمة واللي خاص كل شيء يعرفها قبل كاس 2026، كاس العالم 2026، كاينين قوانين جديدة غادي تبدل شوية طريقة ديال اللعب، خصوصا بالنسبة للحراس وتضييع الوقت. أول قانون هو ديال الحارس اللي كيشد الكرة ويبقى حابسها مدة طويلة. في القانون القديم الحكم يقدر يعطي ضربة حرة غير مباشرة إلا شد الحارس الكرة أكثر من 6 ديال الثواني، ولكن هذا القانون نادرا ما كان كيطبق، الأغلبية ما كانش كيطبق. دابا الفيفا والهيئات المختصة شددوا على هذه النقطة. إلا الحارس بقى حابس الكرة أكثر من الوقت المسموح به، الحكم يقدر يعاقب الفريق المنافس ويمنحه ويعطيه واحد الركنية، بدل ما يبقى غير كينبه الحارس. والهدف من هذا التغيير هو محاربة تضييع الوقت، خصوصا ملي الفريق كيكون رابح بهدف وكيبغي يضيع الدقائق الأخيرة. وتخيل معايا الحارس شاد الكرة وكيبقى يشوف في السماء وكيتسنى الطيور يدوزو، والحكم واقف كيعد 1 2 3 حتى يوصل للوقت المحدد، واذا ما طلقهاش بوم ركنيه للفريق الاخر. يعني ما بقاتش نعس شويه فوق الكره. كاين حتى تشديد على اضاعه الوقت في التبديلات. الا اللاعب خرج ببطء ولا حاول يسرق الوقت، الحكم يقدر يزيد وقت بدل الضائع ويعطي انذار حسب الحاله. وزاد الاهتمام كذلك بسرعة استئناف اللعب، باش الماتش يبقى فيه إيقاع وما يوقفش كل دقيقة. الفكرة كاملة هي أن الجمهور جاي يتفرج على الكرة، ماشي يتفرج على اللاعب كيمشي في وسط في وسط الملعب الخط الجانبي بحال إلا خارج يتمشى في الكورنيش. من المنتظر أن الحكام يطبقوا هذه القوانين بصرامة أكبر في البطولات الدولية، ومنها كأس العالم 2026، باش تكون المباريات أكثر سرعة وأكثر عدل، وما يبقاش فريق يقتل الوقت بلا عقاب. واحد السؤال كيطرحوه الناس بزاف:
واش كاين قانون رسمي ديال 8 ديال الثواني؟ لا، ما كاينش قانون عالمي في الفيفا كيقول ان اللاعب خاصو يخرج في 8 ديال الثواني بالضبط ملي كيتبدل، ولكن كاينه شي حاجه قريبه للفكره، وهي ان ملي كيقول المدرب يقرر يبدل اللاعب خاصو يخرج بسرعه. هادشي اللي كاين، ولكن ما كايناش شي حاجه سميتها ديال 8 الثواني، والحكم عنده الحق يحسب هادشي تضييع الوقت الا مشى اللاعب كيخرج بشويه عليه. ودابا نجيو للموضوع اللي كيعجبنا كاملين، المنتخب المغربي. المغرب دخل التاريخ فوصل لنصف النهائي كأس العالم 2022 وخلى العالم كامل يهضر عليه. شفنا الروح القتالية، الدفاع المنظم والجمهور اللي كان حاضر في كل بلاصة. في مونديال 2026 عندنا فرصة باش نزيدو نكتبو التاريخ. عدد المنتخبات زايد، ولكن المنافسة حتى هي غادي تكون قوية وبزاف. خاص المنتخب يكون واجد من دابا ويستغل التجربة اللي خداها في السنوات الأخيرة. الجمهور المغربي معروف عالميا، كتلقاه في كل مدينة كيغني وكيشجع وكيدير الأجواء. مرات كتحس الجمهور كيجري أكثر من اللاعبين، وحتى إلا كان المنتخب خاسر كيبقى يهتف حتى لآخر دقيقة. ويلا المغرب وصل بعيد مره اخرى، راه الاحتفالات غادي توصل حتى للناس اللي ما كيتفرجوش في كوره. غادي تلقى الجار اللي عمرو شاف ماتش خارج بالعالم، وحتى اللي كان ناعس يفيق على صوت الكلاكسونات. ومن ناحيه اللاعبين، المغرب عنده جيل مميز. الاحتراف الاوروبي، الخبره والطموح الكبير يقدروا يعطيو للمنتخب قوه اضافيه، ولكن الكره ما فيهاش ضمانات. خاص الخدمه والتركيز في كل مباراه. التغيير اللي زاد عدد المنتخبات عطى كذلك لإفريقيا مقاعد كتر، وهذا خبر زوين للقارة كاملة. المنافسة غادي تكون كبر، ولكن حضور المنتخبات الإفريقية غادي يبين المواهب ديالها كتر. ومن حوايج اللي خاصنا ما ننساوش أن المباريات غادي تكون موزعة على ملاعب كبيرة وجديدة. البعض منها كيقدر يستقبل أكثر من 70 ألف متفرج. تخيل الجمهور المغربي كامل كيغني سير سير سير، حتى اللي جاي يشجع منتخب آخر يلقى راسو كيردد معاهم. كاينين الناس كيقولوا زيادة عدد المنتخبات غادي تنقص من مستوى البطولة، وكاينين اللي تيقولوا بالعكس غادي تزيد المفاجآت. شخصيا المونديال بلا مفاجآت ما عنده حتى مذاق. شكون كان متوقع المغرب يوصل المربع الذهبي في 2022؟ وفي الأخير خاصنا نبقاو متفائلين، الكرة فيها الربح والخسارة، ولكن الحلم باقي موجود. يمكن مونديال 2026 يكون هو النسخة اللي يرفع فيها المنتخب إفريقي ولا عربي الكأس الأول لأول مرة. وعلاش لا يكون هذا المنتخب هو المغرب؟ دابا جا الدور ديالكم، كتبوا لي في التعليقات شحال كتعطيو للمغرب بالنسبه باش يوصل بعيد في هذا المونديال. واش يقدر يعاود انجاز 2022 ولا حتى يدير حسن منه؟ ولا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك وشاركوه مع صحابكم وصحاباتكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه، وخليونا كاملين نحلموا ونقولوا بصوت واحد ديما مغرب.